النهارده بقى هنعمل صنف في منتهى الجمال جنب الاكل كده. لو فايض عندك اكل تعمليه جنب الاكل تحفه جدا. يعني بقطعتين بانيه بس هنعمل كل الحلاوه دي. طعمه حلو جدا. هو اكله سعودي بس انا مش عارفه اسمها، اللي يعرف اسمها يقول لي في التعليقات. السلام عليكم، ازيكم حبايبي يا غاليين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنحط شويه زيت كده مش كتير، ونقطع بقى قطعتين بانيه او 3 زي ما انتوا شايفين كده، وهنشوحهم في الزيت لغايه بس ما لونهم يتغير. وبعد كده بصوا، اول بقى ما لونها يتغير نجنبها كده على جنب، وننزل بقى ببصلايه مبشوره او متقطعه كده او مضروبه في الكبه، وندبلها كده بشويه ملح، وندبل بقى الفراخ بفلفل اسمر وبهارات فراخ بس كده. هنحط الملح للفراخ بس مش دلوقتي. وبعد ما البصله بقى تدبل معايا هنقوم بقى ايه مقلبين كله مع بعضه. مش بتاخد وقت والله، جميلة جدا وطعمها حلو قوي ومختلفة بصراحة، طعمها حلو قوي. وهننزل بقى بفصين توم مفرومين كده ونشوح برضو. قولوا لي بقى عملتوا ايه في التعليقات، قولوا لي عملتوا ايه النهارده، فطار ايه النهارده في التعليقات. وهنزل بقى بفلفل اخضر واحمر واصفر، وهنقلبهم بس لغايه ما الفلفل بس يدبل معانا، وكل حاجه خلاص الفراخ بتاعتي استوت والبصل هنزود بقى الملح ونظبط الملح بتاعنا. دي عجينة السبرينج رول، ينفع تعمليها بالسبرينج رول وينفع تعمليها كمان بالسمبوسة. وهنحط بقى الحشو جوه كده ونقفلها كده بطريقة السبرينج رول. مش عارفة انا بتلخبط ليه النهاردة، بس كده. والله يا جماعة انا زعلانة قوي عشان التفاعل قل على الصفحة، مش عارفة ليه، بس شكلكم مشغولين يعني. كل سنة وانتم طيبين. بس هلفها بقى كلها كده بالشكل ده، نحط الحشوة ونلفها، او بقولك زي ما بقولك تنفع كمان بالسمبوسة، بس تلفيها كده برضو، تلفيها كده وما تقفليهاش من الجناب لو انت هتعمليها بالرول بتاع السمبوسة. ايوه كده. هروح بقى اعمل الكمية كلها وهرص. انا حسيت ان الصينية التانية كبيرة فنقلتها في صينية صغيرة شوية او قالب صغير كده. بس كده انا خلاص خلصت الكميه اللي انا عايزاها. كوبايه شوربه بقى عندي، هنزل عليها بمكعبين جبنه كيري او اي نوع، وهنقلبهم كده مع بعض. وكمان هضيف كمان حاجه تانية. هي بصي دي طريقتها، انا ما بقول لكم دي اكله سعودي. وهنزل كمان بمعلقه مايونيز. عايزه اقول لكم ان طعمها تحفه يا بنات، جميله جدا. وانا عارفه ان هي بتتعمل بكذا طريقه، بس الطريقه اللي عجبتني الوحيده هي الطريقه دي. طعمها حلو قوي. بس بعد ما سقيتها ادخلها الفرن على درجه حراره 250. واول بصوا ما احس ان لونها بدا يتغير 10 دقايق بالظبط، وتخرجيها تحط لها الجبنه. جبنه بقى مشكل رومي على شيدر على موتزاريلا. وهدخلها برضو لمده 5 دقايق الفرن تحت الشوايه. وبس كده هتطلع معانا بالجمال والحلاوه. صنف كده جنب الاكل مقبلات بس جميل جدا. عايزه اقول لكم طعم حلو جدا 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 جدا. بصراحه من احلى الاكلات والوصفات، سهله جدا وسريعه ومش هتاخد معاكي وقت. ينفع تعمليها جنب الاكل، وينفع كمان بصوا تحفه. تحفه بجد، جميله جدا جدا وطعمها حلو قوي. بس انا طبعا مش هينفع ادوق عشان كنت صايمه. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك وتشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم. بحبكم.